اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من على قناة من قلب التاريخ. في تاريخ مصر في ناس كتير حاربت، بس مش كل الناس دي اتحولت لرمز. الرمز الحقيقي هو اللي بيظهر وقت الانكسار وبيحول الخوف لقوة واليأس لأمل. النهاردة مش بنحكي عن شيخ عادي، احنا بنحكي عن راجل عاش كل مراحل الصراع: هزيمة، مقاومة، نصر، وصمود لحد آخر نفس. دي حكاية الشيخ حافظ سلامة كاملة، شيخ المقاومة الشعبية في السويس. بالنسبة لنشأة الشيخ حافظ سلامة، اتولد الشيخ حافظ سلامة في 6 ديسمبر سنة 1925 في مدينة السويس، المدينة اللي طول عمرها بوابة حرب لمصر. السويس وقتها كانت مدينة شغل وكفاح، مليانة عمال وبحارة وناس بسيطة جدا. اتربى في بيئة شعبية محافظة، أب بسيط وحياة متواضعة وتعليم ديني مبكر من صغره. من صغره كان واضح عليه الجرأة وقوة الشخصية وحب القيادة، كان دايما واقف في صف المظلوم وبيكره الظلم جدا. بالنسبة للتعليم، تعليم الشيخ حافظ سلامة، اتعلم الشيخ حافظ سلامة في الأزهر الشريف ودرس علوم الدين، فقه وتفسير وحديث. لكن اللي ميزه فعلا مش الحفظ، اللي ميزه انه كان بيفهم الدين وبيفهم الدين كموقف. يعني ايه؟ يعني كان شايف ان الدين دفاع عن الحق ونصرة الضعيف ومقاومة الظلم، وده اللي هيظهر بعد كده في كل حياته. اشتغل إمام وخطيب، وبدأت شهرته تكبر في السويس، لأنه كان بيخطب بلغة بسيطة وقريب من الناس، وبيتكلم فيه بيتكلم فيه مشاكلهم الحقيقية. طبعا بالنسبة لي ما قبل النكسة، الوعي السياسي والديني للشيخ حافظ سلامة. في الخمسينات والستينات مصر كانت بتمر بتحولات كبيرة، ثورة وحروب وتوترات، والشيخ حافظ سلامة كان واعي جدا باللي بيحصل حواليه. بدأ يربط الدين بالواقع ويتكلم عن الاحتلال ويحذر من الاستسلام ويشجع الناس على التماسك. بالنسبة لي نكسة 67 نقطة التحول، الهزيمة كانت صدمة ضخمة للمصريين. مدن القناة ومنها مدينة السويس بقت في مواجهة مباشرة مع العدو، والناس كانت محبطة وخايفة ومش عارفة تعمل ايه. لكن هنا ظهر القائد الشيخ حافظ سلامة. طبعا الشيخ رفض الاستسلام، وطبعا الاستسلام النفسي، وبدأ يشتغل على أهم حاجة: رفع الروح المعنوية. قال للناس إن الهزيمة مش نهاية، دي اختبار. بالنسبة لتأسيس المقاومة الشعبية من سنة 67 لسنة 73، دي من أهم مراحل حياته، لكنها ناس كتير ما تعرفش تفاصيلها. بالنسبة التنظيم بدأ يجمع شباب المدينة ويقسمهم لمجموعات صغيرة ويركز على السرعة والتنظيم. دور المسجد اتحول لمركز تعبئة معنوية ومكان لقاء المقاومين ونقطة ارتكاز للأفكار. نوعية المقاومة: مراقبة تحركات العدو ونقل معلومات، وعمليات بسيطة لكن مؤثرة. دوره القيادي كان مش بس قائد، لكن كان رمز معنوي يشجع ويهدي ويزرع الثقة. بالنسبة لذروة المجد، معركة السويس سنة 1973. في حرب أكتوبر سنة 1973، وبعد إعلان وقف إطلاق النار، القوات الإسرائيلية قررت تدخل السويس. كانت متوقعة مدينة منهكة هيساوي استسلام سريع. اللي حصل مدينة منهكة زائد غضب شعبي بيساوي جحيم للعدو. دور الشيخ: وقف في مسجد الشهداء وخطب في الناس وطلب منهم النزول للدفاع عن مدينتهم والمواجهة على الأرض. طبعا كانت مدينة السويس كانت شوارعها طبعا ضيقة، دي كانت تعتبر ميزة للمقاومة الشعبية. طبعا حصلت هجمات مفاجئة وضرب للدبابات بأسلحة محدودة، الدبابات الإسرائيلية طبعا، والنتيجة حصلت خسائر كبيرة للقوات الإسرائيلية وفشل اقتحام المدينة بالكامل وانسحاب تحت ضغط المقاومة. الحدث ده خلى السويس تبقى رمز للصمود الشعبي ومكانة الشيخ بعد الحرب. بعد سنة 73 الشيخ حافظ سلامة بقى رمز وطني وشاهد حي على المقاومة وشخصية مؤثرة دينيا وشعبيا. لكن رغم كده ما سابش حياته البسيطة، ما جريش ورا المناصب وفضل وسط الناس. بالنسبة لمواقفه الجريئة، الشيخ كان معروف انه بيقول رأيه بصراحة، ما بيخافش من السلطة ودايما في صف الناس، وده خلاه شخصية مثيرة للجدل احيانا، لكن في نفس الوقت محترمة جدا. بالنسبة لحياته في الكبر، مع تقدمه في السن فضل محتفظ بروحه، يحضر مناسبات وطنية ويتكلم عن حرب اكتوبر ويفتكر ايام المقاومة، وكان دايما بيأكد على أهمية الوعي ووحدة الناس. طبعا بالنسبة لوفاته، اتوفى الشيخ حافظ سلامة في 26 أبريل سنة 2021، طبعا عن عمر 95 سنة، ولكن تأثيره ما انتهاش، لأنه ساب تاريخ حي وتجربة مقاومة ونموذج يحتذى به. طبعا مش كل الناس بتعيش علشان
تتذكر طبعا في ناس بتعيش علشان تسيب اثر. الشيخ حافظ سلامة كان واحد من الناس دي، من طفل بسيط في السويس لراجل وقف قدام الدبابات، لرمز فضل ثابت لحد اخر يوم. القصة دي بتفكرنا ان الاوطان مش بس بتحميها الاسلحة بس، لكن بتحميها قلوب مؤمنة ما بتخافش. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. كان معاكم محمد سالم. انا بعتذر جدا لو في اي صوت اغاني طالع جنبي، لان في صنايعية شغالين في بيت الجيران جنبي. فيا ريت لو عجبتك الحلقة تدوس لايك وتدوس على زر الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد. سلام.